الأجنحة هم نجوم العصر الحديث لكرة القدم، ومش بس نجومه، دول كمان هدافين العصر الحديث. محمد صلاح بقى، سايدو ماني، فينيسيوس، مبابي، نيمار لما بيلعبوا أجنحة يعني، سون، جريليش، محرز، ساكا، مارتينيلي، وفي نفس الوقت بيعتبروا من أغلى اللاعبين في اللعبة. ومش هننسى طبعا ميسي ورونالدو أيام ما كانوا بيلعبوا أجنحة، دول طبعا الأوجيز بتوع المركز ده في العصر الحديث. بس بشكل عام الوينج في كرة القدم يعتبر أكثر مركز تم تطويره وتغييره، وبشكل مباشر اتأثر أو أثر على المراكز التانية. فمعاكم أحمد الجعفري، والنهاردة هنتكلم عن الجناح الهداف، كيف ظهر وكان شكله إيه قبل كده وشكله إيه دلوقتي. في نهائي كاس العالم 58 البرازيل انتصرت على السويد. هدفين من البرازيل تم صناعتهم عن طريق جارينشا الجناح الايمن اللي كان بيلعب برجله اليمين وبكرات عرضيه ارضيه. جارينشا تميز بسرعته وقدرته العاليه على مراوغه الدفاع وارسال العرضيات، نفس المميزات تقريبا اللي تمتع بها خينتو جناح ايسر ريال مدريد في الخمسينات، احد اساطير النادي والفائز معاهم ب6 دوري ابطال و12 دوري. وده شكل الجناح الكلاسيكي اللي فضل مستمر لحد التسعينات. رايان جيجز وديفيد بيكهام وطبعا لويس فيجو. بس خلينا نجيب القصة من البداية، البداية قوي. كرة القدم الكلاسيكية قوي، يعني ما قبل ميلاد الخطط التكتيكية، كانت تعتبر كوميدية شوية. كان في فرق بتلعب 1-1-8، يعني واحد في الدفاع وواحد في الوسط و8 مهاجمين، وفرق 2-1-7، وايوه كل دول مهاجمين وكلهم بيجروا جوه الصندوق عشان يسجلوا. ومع الوقت الموضوع تحول ل2-3-5، الخطة اللي سيطرت على انجلترا. وكرة القدم مدينة لهربرت شابمان، لاعب هدرسفيلد وارسنال ومدرب ارسنال في الثلاثينات. فيما يخص التطور التكتيكي لكل المراكز في الملعب، والجناح اكيد كان واحد من المراكز دي، لما طور ال2-3-5 ل3-2-2-3 او خطة الMW. وكانت الفكرة الاساسية بالنسبة للجناح انه يبعد عن التكتل الهجومي والدفاعي في المنطقة والعمق، وبكونه بيلعب على خط التماس فعدد المدافعين بيكون اقل والاختراق بيكون اسهل، مع لعب عرضيات ارضية او عالية في المنطقة لتسجيلها عن طريق المهاجم او المهاجمين. وطبعا في السبعينات ظهرت مدرستين مختلفتين تماما، البرازيل اللي فازت بكاس العالم 70 مع المدرب زيجالو، واللي استخدم 4 لاعبين رقم 10 زي ما شفنا في فيديو بليه، جيرزينيو، ريفيلينيو، تاستو، وطبعا بقيادة الملك نفسه بيليه. الخطة ما كانتش معتمدة على اطراف الملعب اطلاقا، ولكن الوينج باك او الظهير الجناح كارلوس ألبرتو كان بيقوم بالدورين الهجومي والدفاعي في نفس الوقت. والناحية التانية الكرة الشاملة في هولندا تحت قيادة رينوس ميخلز، واللي الأجنحة فيها كانت بتساهم في الهجوم والدفاع وتبادل المراكز بشكل عام. وطبعا المنتخب الإنجليزي في 66 لما فاز بكأس العالم بدون أجنحة من الأساس، فأول خطة لكرة القدم لا تتضمن وينجات بخطة 4-4-2 دايموند، وكل اللاعبين في عمق الملعب. ولكن باستثناء المنتخبات دي الأجنحة كان ليها دور واضح ومحدد، واللي استمر لحد التسعينات. المشاركة الهجومية عن طريق العرضيات بالقدم المفضلة، يعني الجناح الأيمن بيلعب بيمينه والعكس بالعكس، والظهير أغلب الأوقات مش بيزيد عشان يفضي المساحة ويسيب المهام الهجومية للجناح. الموضوع بسيط صح؟ عندك لويس فيجو مثلا، يمكن أبرز جناح في التسعينات، صاحب الكرة الذهبية ولاعب برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان والمنتخب البرتغالي. مهارات، مراوغات، وكمان أهداف، وطبعا العرضيات المتقنة. بس الجناح في التسعينات ما كانش محتاج يكون سريع، وده لأن المساحة اللي كان بيغطيها ما كانتش كبيرة، ويقدر يلعب العرضيات من أي مكان عشان يحقق أقصى استفادة من تمركز المهاجم اللي معاه. ويمكن يكون آخر فريق كبير استفاد من الجناح التقليدي هو مانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرغسون، طبعا في خطة 4-4-2 مع توسيع الملعب بالعرض بقدر الإمكان، والاعتماد على لاعبين زي رايان جيجز خبير الجناح التقليدي طوال كاريره على الجبهة اليسرى، بينما زملوا على الجبهة اليمنى لاعبين زي أندري كانشيلسكيس، يا رب اكون بنطق اسمه صح، هو ديفيد بيكهام في التسعينات، وكريستيانو رونالدو الشاب في بداية الألفية. ولكن رونالدو كان وضعه مختلف. كريستيانو يعتبر له تأثير كبير على مركز الجناح العصري، كان عنده صفات المهاجم حتى لما كان بيلعب في بدايته مع اليونايتد على الجبهة اليمنى كجناح أو وسط جناح في خطة 4-4-2، لما كان بيكسر لجوه المنطقة ويسدد أو يصر على الاستحواذ على الكرة وإنهاء الهجمة بنفسه.
او حتى المهارات او المراوغات اللي كان بيقوم بيها في المدافعين. وده كان بيبان من كلام فان نيستلروي مهاجم اليونايتد وقتها وامتعاضه من طريقة لعب البرتغالي، وهو بيقول ان رونالدو اناني ومش بيعرض له الكورة بما فيه الكفاية في المباراة، وانه مش زي جيجز مثلا. رونالدو لاعب من موسم 2003 لحد 2005 2006 كجناح تقليدي من وسط الملعب، ومن بعدها بدأ يلعب كجناح مهاجم، ولعب مباريات كتير مع اليونايتد على الجبهة اليسرى كجناح عكسي inverted winger. الجناح العكسي بمعنى ان الجناح بيلعب بعكس رجله، يعني جناح ايسر بيلعب برجله اليمين زي رونالدو، وجناح ايمن بيلعب برجله اليسرى زي ميسي اللي بدأ يشارك مع برشلونة بصفة اساسية. ودخول التيكي تاكا والضغط العالي كلوب زي ما قلنا في فيديو المهاجم الهجام، وطبعا ثنائية اريون روبن كجناح ايمن بيلعب بيسراه، وريبيري كجناح ايسر بيلعب بيمناه. واحدة من اقوى ثنائيات المهاجمين المعكوسين في كرة القدم الحديثة، واللي فازوا طبعا بالثلاثية مع بوب هاينكس في موسم 2012-2013. روبن اللي كنا بنبقى انا وانت والمدافع وجون والجماهير عارفين انه هيكسر وهيحطها في البعيدة، ومع ذلك كان كل مرة بيكسر ويحطها ارتو في البعيدة عادي جدا. النفاسة الهولندية قاذفة مدافع الارتو وصاحب الركبة الزجاجية. وريبيري اللي كان بيلعب اكثر على الاختراق من العمق والمرور بمهاراته. في حالة الضغط العالي كلوب مع دورتموند زي ما قلنا برضو كان بيعتمد على تبادل المراكز بين المهاجمين، بس مع ليفربول كان الوضع مختلف. وفي حالة تيكي تاكا بيب مع برشلونة كان بيعتمد على حاجة كده بحب اسميها الجناح الوهمي، سواء بقى عكسي او مش عكسي. يعني ميسي عمل الدور ده، هنري عمله، وبرضه بيدرو وفيا، وهو ان الجناح دايما بيجري عشان يخلق فرصة للاعب الوسط انه يديله ثرو، او ممكن لاعب خط الوسط يختار انه يخترق بنفسه او يمرر كورة للاعب الوسط الاخر اللي هم انيستا وتشافي، او حتى ميسي اللي كان بيقرب للعمق قبل ما يبقى هو نفسه مهاجم وهمي. وبالطريقة دي لما هنري يجري مثلا فهياخد مدافع معاه ويخلي انيستا يا اما فاضي يا اما معاه مدافع واحد. اول هجمة اللي اعتمد عليها كتير جدا جدا جدا، وهي ان لاعب خط الوسط يلعب البري اسيست كانه اسيست. الكرة بتترفع بالطول من لاعب خط الوسط، وفي الحالة دي الجناح بتكون مهمته انه يعرضها داخل المنطقة للمهاجم الخالي من الرقابة. دي طرق من وسط طرق كتير استخدمها جوارديولا لتطوير مهمة الجناح وعدم اختزال الجناح في مجرد ارسال عرضيات فقط. طيب الحمد لله على السلامة، ووصلنا لكرة القدم الحديثة، وبقالنا شوية بنتكلم على الجناح العكسي. فبما اننا وصلنا هنا تسمح لي اسألك، تعرف في اخر 10 سنين كم جناح سجل اهداف في نهائي دوري الابطال؟ تعال نعد. ارين روبن في 2013، نيمار في 2015 لما كان وينج شمال مع برشلونة، جاريث بيل في 2014 و2018، وكريستيانو رونالدو في 2014 و2017 وهو وقتها كان لسه جناح، كاراسكو في 2016، وصلاح في 2019 من ضربة جزاء بس يعني مازال سجل، وكومان في 2020، وفينيسيوس في 2022، يعني 9. ولو اعتبرنا كاي هافرتس في 2021 كان بيلعب وينج مش في عمق الملعب، فكده 10 من اخر 11 نهائي سجل فيهم اجنحة. بلاش خليهم 9 من اخر 11، ومنهم اهداف حسمت النهائي مش مجرد رقم في عداد الفوز. طيب بلاش دوري الابطال، نروح للدوري الانجليزي، واللي من بداية التسعينات لحد 2017 كل هدافين الدوري الانجليزي كانوا رؤوس حربة كلهم بلا استثناء، او يمكن استثناء وحيد كريستيانو رونالدو في 2008 لما كان هداف الدوري ب 31 هدف. بس لا قبلها ولا بعدها حصل ان فاز حد غير رؤوس الحربة او المهاجمين بجائزة هداف الدوري. بس في 2017-2018 حصل المو افكت، تأثير الملك المصري محمد صلاح يوصل الدوري الانجليزي وياخد هداف الدوري ب 32 هدف، واللي كان رقم قياسي وقتها لحد ما هالاند كسره، بس ما علينا. من وقتها فاز 3 لاعبين جناح بجائزة الهداف، صلاح 2017-2018، وصلاح وماني في 2018-2019، وصلاح وسون هيونغ مين في 21-22. عشان كده بنقول المو صلاح افكت، وده مقابل 3 رؤوس حربة بس، اوباميانج مع صلاح وماني في 18-19، وجيمي فاردي في 19-20، وهاري كين في 20-21. من الاخر اقتنعت ما اقتنعتش، الجناح العكسي هو اللي سيطر السنين الاخيرة وما زال مسيطر.
طب ايه هي بقى صفات الجناح المعاصر دلوقتي؟ بما اننا اتكلمنا عن صفات الجناح الكلاسيكي في التسعينات، اول صفة هي قدرة التحمل. لاعبي الجناح حاليا اصبح مطلوب منهم يجروا مسافات اكبر بكتير من سابقيهم الكلاسيكيين، وهم حسب ستاتس بومب اكثر مركز بيجري في الملعب، يجي بعدهم لاعبي خط الوسط وبعدهم الاظهرة. مشاركة الأجنحة في الهجوم والدفاع بجانب إن ممكن يعملوا هجمات مرتدة لوحدهم حرفيا، بيخليهم يجروا مسافات مهولة في الملعب. تاني صفة هي المهارات، القدرة على المراوغة، الدريبلينج يعني، وفي نفس الوقت القدرة على حمل الكرة واللي هي البول كارينج، بس بشرط إنه يحقق قيمة في الملعب، حاجة كده زي انيستا بس على الجناح، واللي بيرمز ليها على الستاتس بومب بانها الدريبل اند كاري او بي في. الصفة دي بعض الاجنحة الكلاسيكية تميزوا بيها، ولكنها اصبحت ضرورة في الجناح العصري. اصل هتستفاد ايه لما تخلق موقف 1-ل-1 لو مش هتقدر تعدي منه؟ وفي حالة الجناح الهداف او الانفيرتد او العكسي، المراوغة قد تعني هدف، او هي المفروض تؤدي الهدف او فرصة محققة، وبحسب احصائيات الدريبل والكاري او بي في، ولما تطبقها على كل اجنحة الدوريات الخمس الكبرى وكمان لاعبين الوسط المهاجمين في الموسم الماضي 22-23، هتلاقي ان فينيسيوس جونيور لاعب الملكي ريال مدريد في المركز الثالث بتقييم 23 من 100، في حين ان متوسط الدوري الاسباني كان 10 من 100 بس. جنابري لاعب بايرن ميونخ في المركز الثاني ب 25 من 100، وتحديدا لما بيتعلق الموضوع بحمل الكرة للمناطق الخطرة، ومتوسط البوندسليجا 11 من 100. وفي المركز الأول كافارا أو خفيتشا كفاراتسخيليا، جناح نابولي متألق الموسم الماضي رفقة بطل الدوري الإيطالي. كافارا كان في أعلى التشارت ب 31 من 100، في حين إن الدوري الإيطالي متوسط الدريبل والكاري أو بي في كان 10 من 100 بس. والموضوع مش كله هجومي أو عن تسجيل وصناعة الخطورة. صفة تانية مهمة هي القدرة على الدفاع والارتداد. عكس الجناح التقليدي في التسعينات زي فيجو وبيكهام أو جيجز، مشاركتهم الدفاعية ما كانتش كبيرة جدا، والمساحة اللي بيتحركوا فيها كانت أقل. ولكن حاليا الجناح اللي مش بيقوم بمهامه الدفاعية بيعتبر عبء على الفرقة. افتكر مثلا كم مرة شفت صلاح بيرتد عشان يساند الظهير، وكم مرة شفت ديمبلي ما بيرتدش. الجناح أصبح مسؤول دفاعيا يمكن زي الظهير حاليا، وعشان الارتداد للدفاع وكمان الانطلاق في الهجمات المرتدة، الجناح محتاج سرعة خارقة، ودي الصفة الرابعة إذا ما كانتش الأولى يعني، بالأخص ضد الفرق اللي بتلعب باستحواذ عالي وخط دفاع متقدم. وأكيد طبعا القدرة على التسجيل. زي ما قلنا هدافين الدوري الإنجليزي من التسعينات ل 2017 عدا رونالدو في 2008 كانوا كلهم رؤوس حربة، وبعد كده حصل مو إفكت وفاز هو وماني وسون بلقب هدافين الدوري. وعموما كل الفرق الكبيرة على الأقل أصبحت تمتلك أجنحة مسجلين للأهداف، أجنحة عكسية بتستغلهم من أجل تحقيق الفوز بشكل مباشر. وطبعا مفيش مشكلة لو امتلكوا أجنحة تقليدية، لما بتحتاجهم بتلجأ لهم من أجل الصناعة أكثر. وفي طريقة تانية لتصنيف الأجنحة العصرية، الانفيرتد وينجر أو الجناح العكسي، والانسايد فورورد، مش عارف اترجمها ازاي، اللي هو المهاجم للداخل او الجناح اللي بيكسر لجوه يا سيدي. والاتنين ممكن يكونوا واحد عادي، بس الجناح العكسي لازم يكون بيلعب في الجهه عكس رجله القويه. والانسايد فورورد بتتقال لما الجناح مختص في التسجيل الاهداف اكثر من صناعتها، سواء بيلعب على الجهه عكس رجله او لا، زي بيدرو وستيرلينج وجنابري. وبشكل عام النوع ده بيقدروا يلعبوا اكثر على الجهتين. فبرشلونة مثلا في 2011 كانت بتلعب بجناح عكسي وانسايد فورورد، بيدرو على اليمين وديفيد فيا عكس رجله على الشمال، وبدون مهاجم اساسا او بمهاجم وهمي وهو ميسي. وزي ما شفت في فيديو اختفاء المهاجم الهجام، ظهور الاجنحة العكسية والتركيز عليهم بشكل اساسي في احراز الاهداف همش دور المهاجمين او رؤوس الحربة في الموضوع ده، واصبح دورهم خدمي اكثر. مش دايما ولكن في حالات كتير، زي بنزيما ايام رونالدو، او جيرو مع فرنسا لما كسبوا كاس العالم 2018، او فيرمينيو ايام صلاح وماني، واحد حريف بيلعب سيروهات او محطة يستلم ويسلم، او تمركزه وتحركاته تخلق المساحة لغيره. قلنا كل الكلام ده في الفيديو التاني، مش عارف بكرره ليه دلوقتي. وبرضه مع اختفاء مركز لاعب الرقم 10 زي ما شفنا في الفيديو اللي بنفس الاسم، وتحول مهامه للاعبي خط الوسط وبعض المهام الاخرى للاعبي الجناح، فلاعب الوسط بيكون مسؤول في احيان كتير عن امداد لاعبي الجناح بالثروهات او الكرات البينيه، زي الادوار اللي بيقوم بيها دي بروين مع السيتي،
او تشافي مع برشلونة او مودريتش مع ريال مدريد وكروس كذلك. وفي حالة كلوب ليفربول مثلا ادوار صلاح وماني قبل ما ينتقل كانت في حالة الهجوم متركزة بشكل اساسي على الهجمات المرتدة وضرب المساحات الشاسعة بتمريرات طولية من الدفاع او من أليسون، او استغلال صناعة اللعب من فيرمينيو. ودفاعيا ثلاثي الامام كانوا اول محطات الضغط العالي، ووراه ثلاثي الوسط اللي كانوا بيخنقوا اي فريق وبيمنعوه من الخروج بالكوره. وزي ما انت عارف صلاح وماني كانوا اجنحه عكسيين، صلاح بيلعب برجله اليسرى على الجناح الايمن وماني بيلعب برجله اليمنى على الجناح الايسر، قبل ما ينتقل لبايرن ميونخ ويضرب سانيه بالبوكس وبعد كده ينتقل للدوري السعودي اللي هنعمل عنه حلقه قريب جدا. وطبعا ظهور الجناح العكسي زود من دور الظهير اللي زمان كانت مهمته الدفاع فقط. طبعا في منهم كان بيزيد وبيشارك في الهجمات، بس الطبيعي ان الظهير دوره كان دفاعي اكثر. دلوقتي الظهير بياخد ادوار الجناح التقليدي من عرضيات ومساندة في نص الملعب هجوميا، بجانب طبعا دور الدفاعي العادي. وبما ان الجبهة بقى بيزيد فيها 2 ظهير وجناح، فلازم جناح الفريق المقابل يرجع يدافع مع ظهيره، وده خلى للجناح العصري ادوار دفاعية. هو عموما كل اللاعبين اصبحت ليهم ادوار دفاعية دلوقتي. وبما اننا جبنا سيرة الاظهرة فلازم نتكلم عن واحدة من حركات جوارديولا التكتيكية. لما الموسم قبل الماضي كان بيشارك بكانسيلو كظهير عكسي عشان يكسر لجوه ويسدد، اللي هو عامل الظهير كأنه جناح. وقبلها لما كان بيخلي ووكر يخترق للداخل والجناح هو اللي يوسع الملعب لأقصاه على خط التماس. بس الكلام عن الأظهرة بالتفصيل أعتقد محتاج حلقة لوحده، مش عارف بقى نعملها ولا لا. وعموما التطوير في كرة القدم مش هيقف وكل فترة هيطلع شيء جديد. الفترة اللي فاتت شهدت تركيز على الأطراف بعد ما العمق اتملى تجارب ولاعبين، فهل الفترة الجاية هنشوف رجوع للكلاسيكية نوعا ما؟ بالأخص إن في دبابات بشرية زي هالاند واخدة الموضوع عافية، وبدأنا نشوف تاني اهتمام بالمهاجم راس الحربة الصريح اللي بيسجل الأهداف؟ ولا هنشهد نسخة أجدد من المو صلاح إفكت وجناح بمواصفات يعني أحدث من الحديثة؟ أو ممكن التجارب المرة دي تتناول الأظهرة أو قلوب الدفاع اللي فجأة بيتحولوا لخط وسط أو مهاجمين زي ستونز في نهاية دوري الأبطال؟ كل ده هنشوفه مع الوقت. انت كمان صديقي الرائع شاركنا برأيك في الكومنتات، وشاركنا بأكثر جناح كلاسيكي وجناح عصري بتحبهم، يعني واحد قديم وواحد جديد. وشكرا ليك صديقي الرائع لو كملت الفيديو لحد هنا. كان معكم الرائع دائما أحمد الجعفري. سلام.